السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب ثالثة ثانوي. النهارده إن شاء الله الحصة رقم 2 في حل كتاب مندليف بداية من سؤال رقم 41. نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده مع بعض سؤال 41. بيقول لي هنا إذا كانت الرموز الافتراضية A و B و C و D تمثل 4 عناصر انتقالية أكاسيدها، يبقى هو هنا مديني 4 أكاسيد ل4 عناصر انتقالية. المطلوب مني عايز الترتيب التصاعدي، يعني عشان هنرتب من الصغير للكبير. عايز الترتيب التصاعدي الصحيح لهذه العناصر حسب عدد التأكسد. يبقى انا دلوقتي هحسب عدد تأكسد كل عنصر في الاكسيد بتاعه. طبعا الاكسجين احنا بنعوض عنه بسالب 2، يبقى الايه قصاده بموجب 2. اللي عرفك لازم المجموع الجبري لاعداد تأكسد العناصر مع بعضها للمركب تساوي 0. يبقى هنا الايه بموجب 2. طبعا البي هنا واضح ان هو اكسيد ثلاثي، سالب 2 في 3 بسالب 6، يبقى البي 2 على بعضها بموجب 6، يبقى كل بي بموجب 3. عندي C2O، طبعا الاو هنا بسالب 2، يبقى C2 بموجب 2، يبقى كل سي بموجب 1. ده الاكسيد الاحادي. لو بيسالنا على العنصر اعرف ان ده الحاز. طب عندي هنا DO2، انا عندي هنا سالب 2 في 2 يبقى سالب 4، يبقى دي هنا قصاده بموجب 4. برضه انا براعي ان مجموع الشحنات الكهربائيه لازم يديني كام؟ 0 في اي مركب سالب. يبقى هنا دي بموجب 4. لما اجي ارتب اقل عنصر عندي في عدد التأكسد مين؟ سي. اقل من مين؟ اقل من الاي، والاي اقل من البي، والبي اقل من الدي. يبقى السي اقل من الاي، والاي اقل من البي، والبي اقل من الدي. تبقى الاجابه عندي هنا رقم د. سؤال بسيط بيناقش ازاي احسب عدد تأكسد العناصر في الاكاسيد بتاعتها. السؤال رقم 42 بيقول لي هنا عنصر انتقالي M يقع في السلسله الانتقاليه الاولى ويمتلك الكترونان فقط. دي اهم كلمه في السؤال اللي عايزها. لو قال لي فيه 2 مفرد في المستوى الفرعي دي فهنا عندي احتمالين، يا اما تيتانيوم يا اما نيكل. لكن هنا قال لي فقط، معنى كده ان المستوى الفرعي دي في كام الكترون يا شباب؟ فيه 2. الراجل قال لي سلسله انتقاليه اولى، يبقى انا هعمل 3 دي. 3 دي يبقى قبله مين؟ 4 اس. يبقى قبلهم مين؟ ارجون 18. يبقى انا بتكلم عن مين؟ عن التيتانيوم. تي اي عدد ذري كام؟ 22. معلومه بتبني بيها ازاي تستنتج العنصر بتاعك. طيب هو هنا مطلوب مني ايه؟ عايز التوزيع الالكتروني للايون N موجب 3. موجب 3 معناها ان العنصر فقط كم الكترون؟ 3 الكترون. طب العنصر الانتقالي اساسا عشان يفقد لابد ان يفقد اولا من ال4 اس كم الكترون؟ 2، يعني بقى 0. وبعدين هفقد من ال3 دي 1، يبقى متبقي 1. وانا طبعا عندي هنا الارجون اقرب غاز خامل. يبقى الاجابه عندي هنا واضحه رقم ب. يبقى سؤال رقم 240 اجابته معانا ب. سؤال 43 حالة التأكسد التي تظهرها معظم عناصر السلسله الانتقاليه الاولى في مركباتها هي كام؟ لو تلاحظ هو اساسا لو انت عندك عنصر انتقالي او ذره عنصر انتقالي، لو انت عايز تحولها لايون البدايه عندك ايه؟ بفقد الكتروني ال4 اس. الكتروني يعني كم الكترون؟ 2. يبقى حاله التأكسد الشائعه او الاكثر تكرارا فيهم هي كام يا جماعه؟ هي الموجب 2. طبعا بلاش كلمه عدد التأكسد الشائعه لان الحالات الشائعه ده خلاص اتلغت عندي من المنهج. يبقى الحاله الاكثر استقرارا هي كام؟ موجب 2. مين الوحيد اللي مش بياخدها؟ عنصر السكندم. بياخد كام؟ موجب 3. لكن باقي العناصر عندك كلها بتاخد الموجب 2. دي عشان اجابه السؤال رقم 43. سؤال رقم 44 جميع الصيغ الكيميائيه التاليه صحيحه لاكاسيد التيتانيوم ما عدا. طب انا عشان اعرف دلوقتي ومديني صيغ، اكيد الراجل ده بيناقش معايا فكره حاجه اسمها اعداد التأكسد. طب التيتانيوم تي اي عدد ذري 22، توزيعه النهايه بتاعته 4 اس 2 3 دي 2. طب هياخد كام عدد تأكسد؟ لو فقد الاثنين بتوع الاس هياخد موجب 2، فقد واحد من الدي يبقى ياخد موجب 3، اخر واحد في الدي ياخد موجب 4. يبقى التيتانيوم وانا بشوف اكاسيده هدور على الحاله 2 و3 و4، ده اللي بياخدهم. تعال نشوف. انا عندي تي اي او يعني هنا موجب 2، دي تمام. خد بالك الراجل بيقول لك ما عدا، يعني في اجابه غلط.
تي اي او 2 سالب 2 في 2 بسالب 4 يبقى تيتانيوم بموجب 4 دي برضو معانا تمام. تي اي 2 او 3 سالب 2 في 3 سالب 6 يبقى التي اي 2 على بعضها بموجب 6 يبقى كل تيتانيوم او كل ذره بكام؟ موجب 3 دي معانا. من منظر الاكسيد ده سالب 2 في 5 بسالب 10 يبقى الاثنين تي اي بموجب 10 يبقى كل واحده بكام؟ موجب 5. استحاله التيتانيوم يكسر او يوصل للموجب 5 لانه عشان يوصل للموجب 5 محتاج طاقه عاليه جدا لان انا اكسر نظام الكتروني في حاله استقرار. عمليا ما اقدرش اوفر الطاقه دي يبقى التيتانيوم بياخد كام؟ 2 3 اخر حاله ليه او اقصى حاله ليه الموجب 4. نروح على السؤال اللي بعد كده. التفاعل اللي قدامنا ده انا عندي ام يبقى اكيد الشحنه صفر اتحولت لام موجب 3 يبقى ده ايون موجب يبقى انت حصل لك عمليه ايه؟ فقد الكترونات او بنسميها عمليه ايه؟ اكسده. ابدا ذاكر ايه اللي قدامك راجع كده ايه علاقته بالكيمياء مش تحل السؤال وتروح على اللي بعده. المعادله دي ممكن لما تجيلي تاني يسالني فيها ايه؟ هو فقد الالكترونات هي عمليه اكسده بتعبر عن جهد تأين ثالث عشان فقدنا كام الكترون؟ 3. التفاعل ده بيسالني بقى يمكن ان يحدث لاحد عناصر السلسله الانتقاليه الكام؟ الثانيه. يبقى انا بتكلم في العناصر اللي انا بملى فيها المستوى الفرعي 4 دي. ايا مما يلي يعبر عن العنصر ال. طب تعالى نشوف كده الاختيارات. مبدئيا السكندوم ده سلسله اولى. يا عم هو ينفع ما هو بياخد موجب 3 بس سلسله اولى. الراجل قال لي خد بالك انت بتتكلم في سلسله ثانيه يبقى الاختيار الف ده مش معايا. الكادميوم ده في المجموعه 2 بي تحت الخرسين طب بياخد كام؟ موجب 2 مع العلم ان هو سلسله ثانيه بس ما بيوصلش الموجب 3 يبقى الاختيار ده غلط. عندي الباريوم ده بره الحوار خالص ده مبدئيا ده عنصر سيادتك ممثل بياخد كام عدد تاكسد؟ موجب 2 ما بيوصلش الموجب 3 لازم تكون عارف العنصر اللي انت بتتعامل معاه. طب الايثيريوم تحت السكندم سلسله انتقاليه ايه؟ ثانيه يبقى هو ده الاجابه. طب ليه؟ العنصر ده في نفس مجموعه السكندم بياخد زي السكندم عدد تاكسد كام؟ موجب 3 يبقى السؤال 45 الاجابه بتاعته رقم د. طيب نروح بقى على السؤال رقم 46. الراجل هنا مديني صيغه لكلوريد فلز. تعال نشوف الاول عدد التاكسد سي ال هنا ب 2 سالب 1 في 2 يبقى سالب 2 يبقى الاكس 2 على بعضها بموجب 2 يبقى كل اكس بتاخد كام؟ موجب 1. بيقول لي اذا علمت ان الصيغه دي خلاص انا عرفت انا بتكلم عن ايون بموجب 1. احد مركبات عنصر من عناصر ال3 دي. طيب تمام مبدئيا مش هياخد موجب 1 غير عنصر النحاس ده جوه ال3 دي. فان العنصر اكس يحتمل ان يكون احد عناصر المجموعه. ما هو حضرتك النحاس لو بيديني كلمات فهو يقع مع مجموعه فلزات العمله. لو بيديني ارقام المجموعه يبقى في ال1 بي فقط. طب تعالى ندور في الاجابات. ال2 بي ما ينفعش. تعالى ندور هنا ال2 بي وال1 بي برضه ما ينفعش. ال1 اي وال1 بي الاجابه دي حلوه بس امتى تمشي؟ المجموعه ال1 بي فلزات العمله بتاخد موجب 1. ال1 اي عناصر ممثله اللي هي مجموعه الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم برضه بتاخد موجب 1. امتى كنت هختار؟ هي طبعا هنا ما تنفعش بس امتى كنت هختار الاجابه دي؟ لو قال لي اذا علمت ان X2Cl2 احد مركبات عنصر فلزي وسكت يبقى هنا بتكلم في العموم يبقى ال1 ايه تمشي معايا. لكن هنا قال لي احد عناصر ال3 دي هو حكمني ان انا بتكلم هنا عن عنصر النحاس تبقى الاجابه عندي هنا رقم الف بس. سؤال فكرته كويسه وانت حاول دايما غير في راس السؤال. لو بدا يغير السؤال هيعمل معايا ايه؟ وابدا اشوف الاجابه هتوصلك لفين. السؤال اللي بعد كده 47 عنصر انتقالي اكس يتميز باكتمال المستوى الرئيسي الثالث. يا جماعه السؤال ده كويس جدا لان دايما حاول تشتغل على المستويات الرئيسيه هتتسال فيها كتير. المستوى الرئيسي الثالث ده اللي هو مين؟ اللي هو ام كي ال ام. هو هنا المستوى الثالث ده ماله؟ مكتمل. ما عنديش غير عنصرين المستوى الثالث بتاعهم مكتمل. عنصر النحاس في 18 الكترون والخرسين في 18 الكترون. طب انت جبتهم منين؟ ما انا عندي هنا 3s وعندي هنا 3b وعندي هنا 3d دول مستويات المستوى الرئيسي الثالث ام. لو دي فيها 2 ودي فيها 6 يبقى كده كام؟ 8.
ودي فيها 10 يبقى الاجمالي كام؟ 18. طب ما هو النحاس الدي بتاعته ب 10، الخرسين الدي بتاعته ب 10. يبقى دايما معلومه حطها في دماغك هتسهل عليك باقي الحل. يبقى عنصر النحاس وعنصر الخرسين دول عنصرين المستوى الرئيسي الثالث بتاعهم مكتمل بالالكترونات. بس انا هستبعد الخرسين. طب ليه يا عم؟ الراجل قال لي في السؤال عنصر انتقالي والخرسين ليس عنصر انتقالي. بيقول لي هنا اقع في الدوره الرابعه، خلاص هو عنصر النحاس. في ان العنصر اكس يمكن ان يكون جميع المركبات التاليه ما عدا. هو النحاس بياخد موجب 2 بياخد موجب 1 ايه اللي عرفك؟ ما هو سالب 2 في 2 سالب 1 في 2 بسالب 2، وهنا يبقى الاكس 2 بموجب 2 يبقى كل اكس بكام؟ موجب 1. خلاص حاسبينه في السؤال اللي قبل كده. عندي هنا اكس موجب 2 النحاس بياخدها. لو بصيت هنا على الاكس اللي هو النحاس سالب 2 في 4 بسالب 8 والبوتاسيوم بموجب 1 يبقى ده لازم يكون بموجب 7 عشان مجموعهم موجب 8 وسالب 8 يديلك الصفر. النحاس استحاله ياخد الموجب 7 يبقى الاجابه عندي هنا رقم كام؟ رقم د. طبعا يا جماعه حتى لو في السؤال ده انا بعيب عليه حاجه صغيره بس، حتى لو في طالب شغال ان هو خرسين او نحاس تمام والاثنين مع بعض من غير ما يفرق استحاله العنصرين دول يوصلوا معايا الموجب كام؟ 7. فسؤالي يعني لو حد غلط فيه يبقى شكله مش حلو قوي يعني. سؤال 48 عنصر انتقالي اكس من السلسله الانتقاليه الاولى. طيب تمام احنا شغالين في المستوى الفرعي 3 دي. يستخدم اكسيد الثلاثي في عمل الاصباغ. ما حددش سيراميك وزجاج يبقى هنا بتكلم عن الكروم والاكسيد تحديدا CR2O3. فان العنصر اكس يمكن ان يكون جميع المركبات التاليه معا. برضه الراجل هنا بيناقش لي فكره عدد التاكسد. يا جماعه الكروم بياخد كام؟ 2 وبياخد 3 وبياخد 6. 3 حالات تاكسد. هو شبيه بمين؟ شبيه بالحديد. تعرف كده الاثنين بياخدوا كام؟ 2 و3 و6. طب انا عندي هنا اكس سي ال 2 يعني الاكس موجب 2. عود بقى نفسك سالب 1 في 2 بسالب 2. تمام الكروم ياخد هنا عندي موجب 2. كي 2 اكس 2 او 7 سالب 2 في 7 سالب 14 وموجب 1 في 2 بموجب 2 يبقى لازم الاكس 2 تكون بموجب 12 عشان الموجب قد السالب فالمجموع الجبري يساوي صفر. الاكس 2 موجب 12 يبقى كل اكس بكام؟ موجب 6 بياخدها. طيب هنا سالب 2 في 4 سالب 8. طب والبوتاسيوم بموجب 1 يبقى لازم الاكس اللي قدامنا دي تبقى بكام يا شباب؟ موجب 7 عشان المجموع الجبري يساوي صفر. طب بالله عليك هو الكروم هيوصل لموجب 7؟ لا كمل برضو معاه اخر اختيار. سالب 2 في 4 بسالب 8 وهنا موجب 1 في 2 بموجب 2 يبقى ده لازم يكون بكام؟ موجب 6 تقريبا. هو المركب ده تمام في نفس عدد الايه؟ التاكسد. يبقى الاجابه عندي هنا رقم مين؟ رقم ب. يعني الكروم استحاله يوصل للموجب 7. السؤال اللي بعد كده رقم 49 بيقول لي هنا في السلسله الانتقاليه الاولى يتساوى عدد الالكترونات المفرده. طيب تمام في ذره الفلز مع عددها في الايون الثنائي للعنصر. يا جماعه السؤال ده سؤال محترم. ليه؟ هيعرف لي ملحوظه مهمه. سيبك من اجابه السؤال احنا عايزين نعرف حاجه. هو عنصر السكندم اساسا ليه ايون ثنائي؟ لا يبقى نطلع السكندم بره السؤال بتاعنا ده خالص. لو جينا على عنصر زي عنصر التيتانيوم تي ار عدد الذري 22 هتلاقي الفور اس بتاعتك ب 2 والدي بتاعتك ب 2. طب الايون الثنائي هتخلي هنا الاس بصفر. لسه التيتانيوم يحتوي على 2 مفرد يبقى عدد المفرد في الذره نفس عدد المفرد في الايون. الكلام اللي قلناه ده يمشي على مين؟ ركز بقى. الكلام اللي قلناه ده يا جماعه يمشي على عنصر التيتانيوم. المفرد في الايون زي المفرد في الذره. يمشي على الفانجل المفرد في الايون زي المفرد بتكلم على الثنائي عشان مش اي ايون. وبتكلم عن عنصر المنجنيز ده في واحد ناقص. مين يا عم اللي ناقص؟ عنصر الكروم. الكلام ده مش هيمشي عليه. ليه؟ لان ذره الكروم 4s1 3d5. طيب تمام لما يكون ايون ثنائي يبقى الاس بصفر والدي فيها 4 اصبح في كام مفرد؟ 4 بعد ما كان في مفرد في الدي 5 في الذره كلها 6 يبقى الكروم مش هيمشي معانا في القصه دي. طيب مين كمان؟ الحديد عدد المفرد في الذره زي عدد المفرد في الايون الثنائي. مين معانا في الحوار ده؟ الكوبالت. مين كمان؟ النيكل. مين كمان؟ النحاس. يا عم النحاس شاذ
طب تعالى نشوف. لو جينا اتكلمنا على عنصر النحاس يا شباب هنلاقي ان النحاس ده 4s1 3 دي كام؟ 10. المفرد كام في ذرته؟ خد بالك قال المفرد في الذره، ده انا بتكلم على الاثنين، عنده واحد مفرد في الذره. طب الايون الثنائي اصبح ده بصفر، اصبح ال10 دي 9، ال9 يدوه كام مفرد؟ واحد مفرد، يبقى النحاس معانا في الموضوع ده. مين كمان يا جماعه؟ الخرسين، ده بافتراض يعني ان المفرد فيه صفر، الذره زي الايون. يبقى مين الوحيد اللي طلع بره الموضوع ده؟ عنصر الكروم. عدد المفرد في الذره لا يتساوى مع عدد المفرد في الايون الثنائي له. السؤال رقم 50. ترتيب الالكترون الصحيح لايونات الحديد والكروم والنحاس في مركباتها التاليه. برضو يا جماعه السؤال محترم وبيقول لي اشتغل على حسابات اعداد التاكسد، ودي يا جماعه فنيات مهمه جدا في الكيمياء. اول حاجه عندي مجموعه الفوسفات معروفه ان هي مجموعه ثلاثيه في 2، يبقى عندي هنا -6، يبقى Fe3 بموجب 6، يبقى كل Fe بكام يا شباب؟ بموجب 2 عشان هم 3، 6 على 3 فيها الاثنين. يبقى انا بتكلم عن الحديد الثنائي. تعالوا ندور، ده توزيع الذره مش الايون. 2 6 يبقى الاجابه دي مش معايا. 1 5 برضه مش معايا. 0 6 تمام، 0 6 يبقى هنا معايا اجابتين ممكن نشتغل بيهم. تعالى على الكروم، مجموعه الكبريتات ثنائيه، -2 في 3 يبقى الاجمالي بتاعها -6، يبقى Cr2 بموجب 6، يبقى كل Cr بموجب 3. طب ذره الكروم اساسا كانت الاس ب1 والدي ب5، انا عايزها موجب 3، هفقد من ده 1 يبقى 0، من ده 2 يبقى 3، يبقى انا عايز 0 3. برضه خلاص احنا استبعدنا الاجابات دي. هنا كام؟ 0 6 ما تنفعش، 0 3 خلاص هي الاجابه معايا رقم د. بس برضه هنكمل باقي السؤال. CuCl2 -1 في 2 بسالب 2، يبقى Cu بموجب 2. ده انا بتكلم عن النحاس الثنائي، ذره النحاس الاس 1 والدي 10 الثنائي، يبقى ده 0 وده 9. خلاص تمام، يبقى دي الاجابه بتاعتنا. يبقى سؤال 50 يا شباب الاجابه رقم د. نروح بقى يا شباب لسؤال رقم 51. اي الاختيارات التاليه صحيح؟ عندي يا شباب 4 اختيارات. بيقول لي ازواج الايونات التي لها التركيب الالكتروني ارجون 18 3 دي 4. تعال ندور عليه. مبدئيا انا عندي المنجنيز الثنائي كده، المفروض وانا مغمض ابقى عارف ان المنجنيز 4s2 3 دي فيها 5. الايون الثنائي بتاعه يبقى هنا ده 0 وده 5 مش ب4، يبقى الاجابه دي من بدايتها كده غلط. طب عندي هنا المنجنيز الثلاثي لسه قايلين من شويه، المنجنيز توزيعه 2 5. الايون الثلاثي هفقد من ده 2 يبقى 0، من دي 5 هفقد 1 يبقى 4. ماشي دي تمام معايا. طب الكروم الثنائي ده الكروم الاس فيها 1 الدي فيها 5، لسه قايلين في سؤال من شويه الكروم الثنائي الاس ب0 والدي ب4، لما قلنا عدد المفرد في الذره يختلف عن عدد المفرد في الايون الثنائي، يبقى ينطبق عليه التوزيع ده، يبقى الاجابه دي معانا. طيب تعال نشوف الاجابه اللي قصادها. بيقول لي ازواج المركبات التي تحتوي على عنصر فقد الكترون واحد بس من المستوى الفرعي دي، ما فقدش اكتر من واحد. لو جينا على الفاندم طبعا الاجابه الف دي مرفوضه، احنا بندور على الاجابه دي. هنا عندي النحاس يا شباب بموجب 2، النحاس الاس ب1 والدي عندي بكام؟ ب10. عشان يكون موجب 2 هفقد من الاس 1 وافقد من دي الكترون واحد بس عشان يبقى 9. تمام دي الاجابه معايا. الحديد الثلاثي FeCl3 الحديد هنا بموجب 3، الحديد الاس فيها 2 والدي فيها 6، عشان يكون موجب 3 هخلي دي 0 وهخلي دي 5، فقدنا برضو الكترون واحد بس من المستوى الفرعي دي. يبقى الاجابه عندي هنا يا شباب رقم ب في السؤال رقم 51. السؤال رقم 250 بيقول لي هنا اي من ازواج المركبات التاليه يتواجد فيها العنصر الانتقالي في اعلى حالات تاكسده. يعني ايه يا شباب في اعلى حالات تاكسده؟ يعني اكبر حاله تاكسد ليه. طب تعالى كده بص، هنلاقي عندنا شغال على عنصرين بس في السؤال، الفانديوم والمنجنيز. طب الفانديوم ده بياخد من كام لكام؟ من موجب 2 لحد موجب 5، والمنجنيز بياخد من 2 اقصى حاجه ليه موجب 7. تعالى بقى نشوف الاجابات. انا عندي هنا الفانديوم الاو بسالب 2 يبقى الفانديوم بموجب 2، اجابه مرفوضه من الاول. الراجل بيسالني في السؤال عن حاجه معينه، اعلى حاله تاكسد. هنا الفانديوم -2 في 2 بسالب 4،
يبقى الفاندم ده بموجب 4 ما وصلش برضه ل5. طب عندي في رقم ده V2O3 سالب 2 في 3 سالب 6، يبقى الفاندم بموجب 6 ده الاثنين، يبقى كل واحده بكام؟ بموجب 3 برضه ما تنفعش. V2O5 معروفه ان الفاندم فيه بموجب 5 ودي اقصى حاله تاكسد. برمنجانات البوتاسيوم تمام ماده مؤكسده او مطهره، معروفه ان المنجنيز في اكبر حاله تاكسد موجب 7، تبقى الاجابه هنا يا شباب عندنا رقم د. السؤال اللي بعد كده رقم 53، ايون عنصر انتقالي اكس موجب 2 تركيبه الكتروني ارجون 3D5. السؤال ده مش صعب بس هو هيولد معانا فكره مهمه. السؤال ده هيوديك لحاجه ثانيه وهيوديك لحاجه ثالثه. تعالى كده معايا واحده واحده. هو بيسالنا عن الايون اللي توزيعه ارجون 18 3D5. قبل ما نقول اي حاجه، هو الدي اقصى عدد الكترونات مفرده ممكن يبقى فيه بكام؟ ب5. طب مين الايونات المشهوره اللي ممكن الدي بتاعتها تبقى 5؟ 3 ايونات لازم اخد بالي منهم، هيحلوا معايا اسئله كتير جدا بسرعه من غير ما تاخد معايا وقت. اول ايون هنبدا بيه هو المنجنيز الثنائي، والايون اللي بعد كده هو الحديد الثلاثي، والايون اللي بعد كده الكوبالت الرباعي او موجب 4. تعالى كده بص على المنجنيز، معروفه ان الاس فيها 2 والدي فيها 5. لما يكون ثنائي يبقى انا بتكلم عن 4s0 3d فيها 5. الحديد الثلاثي الاس ب2 والدي ب6 هنفقد عشان يبقى موجب 3 تمام، يبقى ال 4s بصفر والدي هيبقى فيها 5 اقصى عدد مفرد في الدي. الكوبالت موجب 4 الاس ب2 والدي ب7، انا عايزه موجب 4 يبقى هفقد من الاس 2 يبقى صفر، هفقد من الدي 2 يبقى 3 دي برضه هنا فيها 5. يبقى انا عندي 3 ايونات مفيش غيرهم الدي بتاعتهم 5. ال3 ايونات دول اهم ايونات لازم تحفظهم. ليه؟ هيقابلك في سؤال اي الايونات الاتيه يمتلك اكبر عدد من الالكترونات المفرده. هيقابلنا دلوقتي في سؤال، ما تقعدش تجرب لي بقى الاختيارات، انت كده حرقت وقت جوه الامتحان. في بعض الايونات ممكن اجيبها بمجرد ان انا عارفها بالظبط. يبقى انا عندي هنا المنجنيز الثنائي، عندي الحديد الثلاثي، الكوبالت موجب 4. ركز حضرتك ان انا عندي 3 ايونات الدي بتاعتهم فيها كام؟ 5. تعال نرجع للسؤال وهتلاقي الفكره دي متكرره كمان شويه في اسئله. نرجع بقى للسؤال بتاعنا، بيقول لي الايون ده هو اكس كام يا شباب؟ موجب 2 تركيبه الكتروني ارجون 18 3D5. طالب يقول لي انا هرجع المفقود، اقول له كلام كويس. هترجعه لمين؟ يقول لي ما انا فقدته اساسا من الاس. يبقى انا المفروض عندي الفور اس لما تبقى صفر يبقى فيها كام؟ 2 اللي انا فقدتهم، ودي زي ما هي فيها كام؟ 5. قبلهم عنصر مين؟ غاز خامل الارجون 18 و2 20 و5 يبقى 25. او بنقول اجمع المفقود مع الموجود. هو الموجود كام هنا؟ 18 و5 يبقوا كام؟ 23. وانا فقدت 2 عن 23 يبقى الاجمالي كام؟ 25. في اكتر من طريقه بس عود نفسك خد دايما او اتعامل دايما مع الطريقه اللي تبقى سهله معاك. طيب رقم 54، اذا كان التوزيع الالكتروني للايون الثنائي للعنصر اكس ينتهي ب 3d3. خد بالك ان هو قال لك الايون الثنائي ينتهي ب 3d3. سؤال مباشر جدا. طب ما انا هرجع الاثنين بتوع الاس والدي زي ما قال لي فيها 3 قبلهم غاز الارجون اي ار 18 و2 20 و3 23. انا كده بتكلم عن عنصر الفانديوم. دور كده عندك ادي الاكس فانديوم او فانديوم، الاكس تيتانيوم لا، كوبالت لا. نكمل السؤال. والتوزيع الالكتروني للايون الثنائي للعنصر واي ينتهي بسيدي 10 وانا مغمض ده ال 50 لان الايون الثنائي بتاعه اساسا هيبقى 4s0 والدي بتاعتي فيها كام؟ 10. يبقى انا عندي هنا يا جماعه احنا قلنا اول عنصر عندنا هو عنصر، احنا قلنا اول عنصر عندنا الفانديوم عشان 2 3. هنعيد يا باشا سؤال 54 تاني. سؤال 54، اذا كان التوزيع الالكتروني للايون الثنائي للعنصر اكس، سؤال مباشر.
ينتهي بيه 3 دي كام يا شباب؟ 3. طب ما انا عندي ال 4 اس المفروض يبقى بصفر، رجعوا الاثنين عشان اقل ايون ثنائي، وال 3 دي لسه متبقي فيه 3 قبلهم مين يا شباب؟ الارجون. يبقى انا بتكلم عن الفاليوم اللي هو فيه عدد ذري كام؟ 23. يبقى انا هستبعد التيتانيوم، هستبعد الكوبالت، يبقى انا عندي اجابتين فيهم فاليوم. نكمل بقى السؤال، بيقول لي والتوزيع الالكتروني للايون الثنائي للعنصر واي ينتهي ب 3 دي 10 وانا مغمض ده الخرسين. طب ليه؟ نهايه الخرسين 4 اس 2 3 دي 10. الايون الثنائي ده 0 وده 10، يبقى الاجابه عندي هنا فانديوم وخرسين، تبقى الاجابه رقم دي. سؤال 55، التوزيع الالكتروني للايون ارجون 18 3 دي 5. انا مش هكمل السؤال، انا هقول لك بص على الملحوظه دي، هو عايز ارجون 18 3 دي 5. يبقى انا دلوقتي عيني بتفكر او دماغي هتدور على ايه؟ على المنجنيز الثنائي او الحديد الثلاثي او الكوبالت موجب 4. تعال بص بقى، حفظ المعلومه دي او التك ده يفرق معاك في الحل في ايه؟ هو انا دلوقتي عايز ايون تركيبه 3 دي كام يا شباب؟ 5. طيب الكروم الثنائي مش معايا في الموضوع، الحديد الثنائي مش معايا في الموضوع، تمام؟ ده بادئ من الشمال، بادئ من الشمال معلش. هنا الكوبالت الثلاثي برضه مش معايا في الموضوع، لان الكوبالت انا عايزه موجب 4. الحديد الثلاثي يمشي معايا، الحديد الثلاثي يمشي معايا، المنجنيز الثنائي يمشي معايا. نكمل بقى. بينما التوزيع الالكتروني للايون بي، تمام، هو ارجون 18 3 دي كام يا شباب؟ 4. طب مين اللي توزيعه هيبقى 3 دي 4؟ ركز كده معايا، الكروم الثنائي لسه واخدينه من شويه، لان الكروم 4 اس 1 3 دي كام؟ 5. انا عايزه هنا يا جماعه 3 دي 4، وهنا الكروم موجب 2، افقد 1 وافقد 1، خلاص تبقى الاجابه عندي رقم ده. طب الكروم الثلاثي، لا ده هنا الكروم هيبقى دي فيه 3، ما تنفعش الاجابه رقم د. الكروم الثنائي، ما احنا اساسا مستبعدين الكوبالت الثلاثي. هنا عندي الحديد الثلاثي والحديد الثنائي، الثنائي بتاع الحديد دي بتاعته فيها 6، يبقى الاجابه ج برضه غلط. نروح عشان لسؤال رقم 56، عنصر اكس ينتهي توزيعه الالكتروني ب 4 اس 1 3 دي 5. ده شبه على طول عنصر الكروم. بيقول لي عند اتحاده مع الكلور يمكن ان يكون مركب صيغته الكيميائيه ايه مع عدا، يعني بيسالني على الصيغه الغلط. ما الكروم يا جماعه قلنا قبل كده بياخد 2 وبياخد 3 وبياخد 6. ما تقعدش بقى تفتح ورقه المفاهيم او انت تقعد تدور على اي حاجه انت ملخص فيها اعداد التاكسد وده بياخد كام وكام وكام. انت كده السؤال هياخد معاك وقت كبير جدا، مش هتلحق تواصل. حاول دايما اعرف كل عنصر حالات تاكسده بكام. طب دلوقتي انا قلت الكروم بياخد 2 و3 و6، تعال نبدا من الاخر. سالب 1 في 6 بسالب 6، يبقى الاكس هنا بموجب 6، تمام. هنا سالب 1 في 3 بموجب بسالب 3، يبقى الكروم هنا بموجب 3 برضه، تمام. هنا سالب 1 في 2 بسالب 2، يبقى دي موجب 2، تمام. انا عارف ان الاجابه جايه من الاول لانه استحاله هياخد موجب 1، بس نحسبها. سالب 1 يبقى ده موجب 1، يبقى الاجابه عندي هنا رقم ا، اللي هو بيقول لي ما عدا. مين الصيغه الغلط عندك؟ سؤال 57، عنصران اكس وواي من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى. الايون الثلاثي لكل منهما يحتوي على نفس العدد من الالكترونات المفرده. السبيكه المكونه من العنصرين اكس وواي تستخدم في صناعه ايه؟ وانا بحل السؤال بسرعه كده بشوف الاربع اجابات بتوعي. طب انت ليه بتبص على الاربع اجابات؟ حاول دايما اربط الكلام ببعضه. هو قال لي اكس وواي من عناصر السلسله الانتقاليه الايه؟ الاولى. لو بصيت على اخر سبيكه، عبوات المشروبات الغازيه فيها المنجنيز والالومنيوم. الالومنيوم ده عنصر ايه؟ ممثل، يبقى الاجابه دي مش معايا عشان ما اقعدش احرق فيها وقت. خطوط السكك الحديديه حيث منجنيز، تمام. الراجل بيقول لي الايون مين؟ الثلاثي. استحاله المنجنيز موجب 3 يساوي الحديد موجب 3، ده بيقول لي خد بالك فيهم نفس العدد من مين؟ من المفرد. المنجنيز الثلاثي اديه فيها 4، الحديد الثلاثي اديه فيها 5. الاجابه دي بره الحوار خالص. زمركات السيارات المفروض ان هي حديد وكربون معاهم فانديوم. سيبك يا عم من الكربون، هنتكلم على الفانديوم وعلى الحديد. الايون الثلاثي لكل منهما الحديد اديه فيها كام يا شباب؟ 5.
والفانديوم خد بالك ان الاس ب2 والدي ب3. الايون الثلاثي بقى ده 0 وده 2، 5 غير 2 برضه الموضوع ده بره، او الاجابه دي بره الاجابات بتاعتي. يبقى فاضل عندي مين؟ ملفات التسخين. طب مين العنصرين بتوعها؟ ملفات التسخين يا شباب احنا بنشتغل على عنصرين، عنصر الكروم وعنصر النيكل. الكروم الاس ب1 والدي ب5، والنيكل الاس ب2 والدي ب8. الايون الثلاثي بتاعها هيبقى ده اس 0 وده 7، في كم مفرد؟ 3. طب هنا الايون الثلاثي اس 0 ودي 3، في كم مفرد؟ 3. يبقى الاجابه عندي هنا رقم ده اللي هي ملفات التسخين. السؤال اللي بعده رقم 58. اي من الايونات التاليه تحتوي على او يحتوي على اكبر عدد من الالكترونات المفرده في المستوى الفرع 3D؟ برضه انا مش هقرا السؤال، انا هقول لك بص على الملحوظه دي، يا اما منجنيز ثنائي، يا اما حديد ثلاثي، يا اما كوبالت موجب 4، وارجع السؤال هندور على واحد منهم. ادي يا عم الكوبالت موجب 4 من غير ما اقرا السؤال. انا عايز منجنيز ثنائي من الثلاثي، انا عايز حديد ثلاثي من الثنائي، انا اساسا الكروم مش معايا والكوبالت موجب 4 هو اللي معايا في السؤال. السؤال ما خدش معايا تقريبا 3-4 ثواني عشان انا مركز مين اكبر ايونات فيها مفرد، مين اقل ايونات فيها مفرد. الحاجات دي مهمه جدا معاك في حل الاسئله. نروح لسؤال 59. ايون عنصر انتقالي اكس موجب 3 تركيبه الالكترون الخارجي. طبعا هنا يا شباب هو مديني الايون موجب 3 الايون الثلاثي، التركيب بتاعه فور اس 2 3 دي 2، فان اقصى حاله تاكسد للعنصر اكس في مركباته. خد بالك الراجل بيسالك عن اقصى حاله تاكسد، يعني اكبر حاله تاكسد، اعلى حاله تاكسد. هو هنا موجب 3 وده التركيب بتاعه، هرجع له المفقود، يعني احط في الفور اس هنا 2. طب فاضل لي 1 ابدا احطه في الدي، كان فيها 2 يبقوا 3. معنى كده ده عنصر الفانديوم. طب الفانديوم ده بياخد من كام لكام؟ بياخد من حد 2 لحد او بدايه من 2 لحد 5، يبقى اكبر حل ليه كام يا شباب؟ موجب 5. السؤال يعتبر سؤال مباشر، سؤال بسيط تمام، تطبيق برضه على اللي انت عرفته في عدد التاكسد. سؤال رقم 60. عنصر اكس من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى يحتوي المستوى ام. طبعا يا جماعه المستوى ام ده هو المستوى الرئيسي، الناس دايما بتعمل انواع التوزيعات، خلي التوزيعات دايما كلها في دماغك. يحتوي المستوى ام على عدد من الالكترونات ضعف المستوى ال. ده يا جماعه المستوى الثاني. طب ما انا عارف من اعدادي كي ال ام ان، هنا عندي 2 ده 8 ده 18. طيب ده ما فيهوش 18، انا بس بقول لك ده بياخد كام، بس قال لك الام فيه ضعف ال، معنى كده ان الام عندي فيه كام الكترون؟ 16. طب تعالى شوف بقى المستوى الثالث 3 اس و3 بي و3 دي، طبعا ده ياخد 2 وده ياخد 6. انا بتعامل مع كام الكترون؟ 16. 2 و6 8 من ال 16 يبقى ده 8. مين اللي السي دي بتاعته 8؟ عنصر مين يا شباب؟ النيكل. تعالى بقى نشوف اي ميمالي صحيح للعنصر. تفاعله اللحظي مع الاحماض طبعا غلط، ده انا بصنع منه اوعيه مع الصلب لحفظ الاحماض، لان اساسا تفاعله بطيء، يعتبر تمام خامل مع الاحماض لا يتفاعل معها. يكون مع الكروم سبيكه يتميز بانخفاض درجه الانصهار، برضه غلط، يتميز بارتفاع درجه الانصهار، ده حتى بستخدمها في ملفات التسخين. بيدخل مع الكادميوم سي دي في صناعه بطاريات قابله لاعاده الشحن، طبعا صح. خد بالكم يا شباب البطاريات ديت هتبقى محور كلامنا في الباب الرابع، الكهربيه. اي بطاريه قابله لاعاده الشحن يطلق عليها لفظ البطاريه الثانويه. الغير قابله لاعاده الشحن دي خليه اوليه. طبعا الاجابه د برضه نشوفها. يا ترى هو عامل حفاز في الحصول على بنزين السيارات للغاز المائي؟ طبعا لا، الكلام ده يخص عنصر مين؟ الحديد. يبقى يا جماعه عندنا السؤال ده اجابته رقم ج. سؤال 61. عنصر انتقالي اكس من عناصر ال 3 دي يتحد مع الاكسجين مكونا من مركب اكس 2 او 3. معنى كده يا جماعه ان المركب او العنصر ده عدد تاكسده هنا كام؟ موجب 3. ويصبح لديه 3 الكترونات مفرده في اوربيتالات كام؟ ال 3 دي. خد بالك انت هنا حضرتك بتتكلم عن احتمالين. ان انت دلوقتي ممكن يبقى عندك 3 مفرد بالمنظر ده، انا عندي كام اوربيتال؟ 5، ممكن يبقى فيهم 1 2 3. او بتكلم عن 5 اوربيتالات برضه
انا عايز فيهم 3 مفرد، 1 2 3 4 5 6 7. يعني عندك الدي هنا فيها 3 او ان الدي فيها كام؟ 7. تعال بقى نشوف. قال لك بيحتوي على 3 مفرد في الاوربيتالات، فان العنصر اكس يقع في الجدول الدوري في العمود الرأسي رقم كام؟ طيب دلوقتي الايون ده موجب 3، تعال نشتغل على اول احتمال. طيب تعال نشتغل عليه. المفروض ان الفور اس هرجع لها 2، والمفروض ان الدي بتاعتك هي كانت 3 هرجع لها 1 تبقى 4. مفيش توزيع الكتروني بالمنظر ده كان عنصر شاذ، عنصر الكروم. يبقى هنا 1 وهنا 5، يبقى ده يا جماعه يقع في الجدول الدوري، تمام؟ في العمود الرأسي رقم كام؟ طبعا 1 و5 6، يبقى ده معانا في الاحتمالات. تعال نكمل. طبعا خلاص هي الاجابه وضحت ان هي رقم ده. ليه بقى دي ما تنفعش؟ هنا عندي الايون ثلاثي، تعال رجع، يبقى الفور اس فيها 2، وعندي ال3 دي كان فيه 7 بقى كام؟ 8. 2 و8 ده العمود العاشر من الجدول، ما عنديش يا جماعه الاختيارات دي، يبقى الاجابه عندي هنا رقم ده. السؤال برضو مش صعب، فكر في الاحتمالين بتوعك. سؤال رقم 62. سؤال 62 يا جماعه ده سؤال لازم تعمل عليه علامه مهمه كده وتقول عليه فكره حلوه. في فكره بتوصلك لفكره، في فكره بتعرفك ازاي تحل مستوى اعلى ومستوى اعلى ومستوى اعلى. الفكره دي من الافكار المحترمه. بيقول لي هنا عنصر من السلسله الانتقاليه الاولى في حاله التاكسد موجب 2 يحتوي على الكترونين مفردين بس، وفي حاله التاكسد موجب 3 يحتوي على 3 الكترونات مفرده. معنى كده ان كان موجب 2 واصبح موجب 3، المفرد في الموجب 2 بقى 2، المفرد في الموجب 3 بقى 3، يبقى عدد المفرد زاد ولا قل؟ لا ده عدد المفرد زاد. وفي حاله التاكسد موجب 4 يحتوي على 4 الكترونات ايه؟ مفرده. فان العنصر ده يقع فين؟ سيبك بقى من العنصر يقع فين. تعال نبص على معلومه مهمه، ايه هي المعلومه؟ لو جينا اتكلمنا دلوقتي يا جماعه على عناصر بدايه من عنصر التيتانيوم، طلع السكندم من الحوار. لما انا بتكلم هنا بقول التيتانيوم 4 اس 2 3 دي 2، طبعا يا شباب دي الحاله الذريه. طب في حاله التاكسد موجب 2 4 اس 1 وال3 دي ب 2. طيب كان هنا في كم مفرد في الدي؟ كان في 2 مفرد. في حاله التاكسد موجب 2 بقى في 2 مفرد. طب حاله التاكسد موجب 3 خلاص ال4 اس بصفر ودي بقى فيها 1، فيها 1 مفرد. حاله التاكسد موجب 4 ال4 اس بصفر والدي بصفر بقى فيها 0 مفرد. انت ملاحظ ايه في المفرد؟ المفرد عمال بيقل. كل ما تزيد معاك ايه؟ حالات التاكسد. الكلام ده منين لحد منين؟ الكلام ده بدايه من التيتانيوم لحد ما الاقي عندي عنصر المنجنيز. عنصر مين يا جماعه؟ المنجنيز. كل ما تزيد معاك حالات التاكسد كل ما المفرد بتاعك عمال ايه؟ عمال بيقل. طب تعالى بقى بدايه من الكوبنت. تعالى كده 4 اس 2 3 دي فيها كام؟ 7. طب دي الحاله الذريه. طب في الحاله موجب 2 ال4 اس 0 والدي فيها 7. طبعا المفرد هنا عدد 3 والمفرد هنا عدد 3. طب في حاله التاكسد موجب 3 ال4 اس بصفر وال3 دي فيها 6 بقى فيها 4 مفرد. في حاله التاكسد موجب 4 يبقى 4 اس 0 وال3 دي فيها 5 بقى فيها 5 مفرد. يبقى العناصر بدايه من عنصر الحديد حتى عنصر مين يا جماعه؟ النيكل. المفرد بتاعك بيحصل له ايه؟ لا ده المفرد المره دي بيزداد. كل ما تزيد معايا مين يا شباب؟ حالات التاكسد. طب تعالى نجرب عنصر زي عنصر النيكل. ان اي عدد ذري 28. عنصر النيكل يا جماعه ان اي 28 نهايه توزيعه 4 اس 2 3 8. في كم مفرد؟ 2. طب الايون موجب 2 4 اس 0 3 دي 8. في كم مفرد برضه؟ 2. طب في الموجب 3 خد بالك اجابه السؤال بتيجي اهي 4 اس 0 3 دي فيها 7 3 مفرد. عندي في الموجب 4 4 اس 0 3 دي فيها 6 بقى فيها 4 مفرد. يبقى المفرد عدده ايه؟ زاد. يبقى في الموجب 2 مع 2 مفرد، في الموجب 3 مع 3 مفرد، في الموجب 4 مع 4 مفرد. تعالى كده نرجع للسؤال بتاعنا. يبقى هنا في الموجب 2 عندي 2 مفرد، في الموجب 3 عندي 3 مفرد، في الموجب 4 فيها 4 مفرد. يبقى انا بتكلم عن عنصر النيكل. طب النيكل ده في المجموعه الكام يا شباب واحنا مغمضين؟ في المجموعه الثامنه.
سؤال يا جماعه محترم جدا. اعرف ان في عناصر كل ما يزيد معاها عدد التاكسد عدد المفرد بتاعها عمال بيقل. طب دي منين؟ المفروض من السكندم لحد المنجنيز. في عناصر ثانيه كل ما يزيد عدد التاكسد المفرد بتاعها بيزداد. المفروض منين؟ من الحديد عندك لحد النيكل، بس صراحه في مين؟ في الكوبالت والنيكل. كل ما يزيد معاك عدد التاكسد فيهم كل ما يزيد معاك عدد المفرد. يبقى في عناصر بيقل فيها المفرد وفي عناصر بيزداد فيها المفرد. سؤال يا شباب من الاسئله المحترمه جدا. سؤال 63. العنصر اكس من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى. طيب خلاص تمام. احنا كده شغالين في ال 3 دي. التركيب الالكتروني الاحد ايوناته هو 3 دي 6. طيب تمام. بيقول لي هنا فان العنصر اكس من المحتمل ان يكون. بصوا يا جماعه. مبدئيا عشان ما يبقاش انت طالب والسؤال بيستهتر بتفكيرك. الخرسين بياخد موجب 2 والدي بتاعته ب 10 استحاله يوصل ل 6. انا مش هفكر في الاجابه دي. طب ممكن عشان ده دي 7 ممكن اوصله ل 6. المنجنيز اساسا الدي بتاعته ب5 عمره ما يوصل ل 6. يوصل ازاي؟ ده الذره ب5 يبقى انا هستبعد المنجنيز. تمام؟ عند الكروم الدي ب5 في الذره يبقى انا هستبعد الكروم. واضح من غير ما اشتغل خالص يا جماعه ان الاجابه بتاعته عنصر مين؟ الكوبالت. سؤال مش محتاج كيمياء، محتاج بس طالب يكون بيصحصح شويه، يكون شارب كوبايه قهوه محترمه كده وهو بيحل. بس تعال برضه نحل السؤال. هو بيقول لي التركيب الالكتروني لاحد ايوناته ارجون 18 3 دي كام؟ 3 دي 6. طب ما انا عندي الكوبالت 27 توزيعه 4 اس 2 3 دي 7. ممكن في حاله التاكسد موجب 2 4 اس 2 3 دي 7 في الموجب 3 3 دي كام يا جماعه؟ 6. يبقى الاجابه عندي هنا رقم ا. حتى بالاستبعاد مش هتيجي غير رقم ا. سؤال 64. كل من هذه مركبات كيميائيه تحتوي على عناصر انتقاليه في اعلى حالات تاكسدها ما عدا. برضه يا جماعه الراجل مصمم يسالني عن اكبر حالات تاكسد. دي يا جماعه مهمه جدا ومعروفه دلوقتي بقى كل الطلبه حافظاها. ماذا تستخدم كصبغه في صناعه السيراميك والزجاج؟ دي صح. اللي هو مين يا عم؟ V2O5. طبعا الفاندم هنا موجب 5 اكبر حاله تاكسد. ماذا تستخدم في حمايه الجلد من اشعه الشمس؟ اللي هو مركب TiO2 ثاني اكسيد التيتانيوم. التيتانيوم فيه بكام؟ موجب 4. ده برضه على حاله تاكسد. ماده مؤكسده ومطهره برمنجانات البوتاسيوم اللي هي KMnO4. المنجنيز فيها موجب 7 دي اقصى حاله تاكسد. ماده تستخدم في صناعه الاصباغ؟ CR2O3 اكسيد الكروم الثلاثي. الكروم هنا بكام؟ موجب 3 والكروم اقصى حاله ليه كام؟ موجب 6. يبقى الاجابه عندي هنا رقم د. الراجل بيقول لي يا جماعه في السؤال ما عدا، يعني في 3 اجابات صح واجابه واحده بس هي اللي غلط. السؤال اللي بعد كده على تاكسد النحاس في احد مركباته الذي يستخدم كمبيد للفطريات. طب يا جماعه النحاس بيستخدم مبيد للفطريات في مركب مين؟ CuSO4 كبريتات النحاس الثنائيه. يبقى النحاس هنا موجب 2 بيساوي عدد تاكسد مين؟ التيتانيوم في احد مركباته التي تستخدم في مستحضرات الحمايه من اشعه الشمس. غلط. التيتانيوم فيها موجب 4 لان المركب هو TiO2. طب يا ترى بيساوي الخرسين في احد مركباته التي تدخل في صناعه المطاط ومستحضرات التجميل؟ طبعا صح. الخرسين اساسا من غير ما اكمل باقي الجمله ما بياخدش غير حاله واحده اللي هي كام؟ موجب 2. الف غلط. تعال برضه نشوف ج. الفاندم في احد مركباته اللي بستخدمها كعامل حفاز في صناعه المغناطيس؟ طبعا لا، لان عامل حفاز هو V2O5. الفاندم موجب 5 ده اقصى حاله تاكسد مش موجب 2. المنجنيز في احد مركباته اللي بستخدمها كعامل مؤكسد وفي صناعه العمود الجاف MnO2 ده هنا موجب 4. يبقى الاجابه يا جماعه واضحه من البدايه ان هي عندي رقم ب. في يا جماعه اسئله اجاباتها بتوضح لك نفسها. خليك هادي وانت بتحل الاسئله دي واحده واحده. نروح على السؤال رقم 66. عنصر من السلسله الانتقاليه الاولى اكس تستخدم جميع الالكترونات تكافؤه في تكوين المركب الموضح بالشكل. عندنا يا جماعه مركب هنشوف بس هو عايز ايه. اي من مالي يعد صحيح عن هذا العنصر. هنيجي يا شباب دلوقتي على العنصر اكس ده ونشوف. الراجل بيقول لي ان هو استخدم جميع الكترونات تكافؤه. هنعد. هنا عندي الكترون، هنا عندي الكترون، هنا كده 3 4 5 6.
يعني معنى كده ان التركيب بتاعه S1 دي 5. معنى كده اني بتكلم عن عنصر مين يا جماعه؟ الكروم. طيب تعال نشوف الاجابات. بيقول لي يستخدم X2O3 في عمل الاصباغ، صح. خد بالك ايمن يعد صحيح. يستخدم XO في صناعه المطاط، طبعا غلط. ده بيتكلم هنا على الZN. KXO4 ماده مؤكسده ومطهره، ده بيتكلم على عنصر المنجنيز، برضه هنا غلط. KXSO4 بيستخدمه كمبيد للفطريات، برضه غلط. ده مركب يا اما CuSO4 او MnSO4. انا هنا كل كلامي منصب على عنصر مين يا جماعه؟ الكروم. طب اللي عرفك ان هو كروم تاني؟ احنا يا جماعه كمان مره هنعد الكترونات التكافؤ بتاعته اللي عملت روابط. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6. عندي هنا 6 الكترونات ادوني 1 5 في التوزيع الالكتروني. بس دي بقى فيه استنتاج مهم في السؤال ده. هو ده عنصر فلزي ولا لا فلزي؟ لا طبعا ده عنصر فلزي، عنصر الكروم. ازاي عامل لي كده روابط تساهميه؟ المفروض ان تكون جميع روابطه روابط ايه؟ ايونيه. ده يا جماعه سؤال مهم جدا، اللي يعرف اجابته ابعت لنا في التعليقات، وهنبعت لك الاجابات بمستندات او بمراجع مهمه جدا هتوضح لك امتى العنصر الانتقالي يديك مركب ايوني وامتى يديك مركب تساهمي. دي معلومه مهمه جدا هتفيدك في الحل اكتر كمان في كتب المراجعه. نروح يا شباب دلوقتي. طبعا خلاص احنا عرفنا ان السؤال ده اجابته عندنا رقم مين؟ 1000. عندي السؤال 67 عنصران اكس وواي من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى. التركيب الالكتروني الاحد ايوناتهم. تعال مديني هنا الايون موجب 3. الفور اس صفر هرجعهم تاني يبقوا 2. وهنا لسه فاضل 1 ارجعه للدي يبقى 3 دي فيها 3. 2 3 يبقى انا بتكلم هنا عن الفالدي. طب العنصر اللي بعده واي موجب 2. الفور اس بصفر والدي ب9. يبقى انا عندي الفور اس هرجع لها 1 والدي 1 تبقى 10. ما تقوليش رجع الاثنين في الاس يبقى هنا 2 وهنا 9. اقول لك مفيش الكلام ده. ده بتاع النحاس وده عنصر ايه؟ شاذ في التوزيع. يبقى هنا بتكلم على عنصر النحاس CU عدد ذري 29. اي العبارات التاليه صحيحه. جميع عناصر ال3 دي من السكندم يعني لحد عنصر 50 تعطي حاله التاكسد موجب 2 ما عدا العنصر اكس ما عدا الفانديوم، طبعا غلط، وما عدا السكندم. جميع عناصر ال3 دي لا تعطي حاله تاكسد تتعدى رقم المجموعه، طبعا عدا العنصر واي اللي هو عنصر النحاس. طبعا دي الاجابه الصح بتاعتنا رقم ده. اكبر عناصر السلسله الانتقاليه الاولى في عدد الالكترونات المفرده هو العنصر اكس. لا طبعا هو عنصر الكروم مش الفانديوم، يبقى ده برضه اجابه غلط. اعلى حاله تاكسد لعناصر السلسله الاولى تتواجد في الواي هو اعلى حاله تاكسد موجوده في النحاس. لا طبعا اعلى حاله تاكسد موجوده في المنجنيز بموجب 7. تبقى الاجابه يا شباب عندنا رقم ده ان شاء الله. سؤال 68 اي مما يلي يمثل توزيع الالكتروني الاحد ايونات عنصر انتقالي يستخدم في زراعه مين؟ الاسنان. طبعا يا جماعه ده عنصر التيتانيوم. هو بيسالني هنا عن التوزيع الالكتروني الاحد ايوناته. طيب الحته دي حته مهمه قوي. ليه مهمه؟ ركز كده. لازم تكون عارف ان في عناصر انتقاليه في ايوناتها ممكن توزعها كده 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6. ما تيجي نجمع دول. ادي كده 4 و6 10 و2 12 12 و6 18. ده انت كده كاتب لي توزيع الالكتروني لعنصر مين يا جماعه؟ لعنصر الارجون. طب مين اللي بعده؟ لا حضرتك مفيش بعده. ده الفور اس صفر والدي فيها صفر. طب ما دي كده ايونات توزيعها يعتبر هو توزيع مين؟ الارجون اللي هو اقرب غاز ايه؟ خامل. مين الايونات دي بقى؟ الايونات دي يا جماعه السكنديوم موجب 3 طبعا ملوش غير الحاله دي، والتيتانيوم موجب 4 اللي هي اقصى حاله تاكسد، والفانديوم موجب 5، والكروم موجب 6، والمنجنيز موجب 7. الايونات دي الوحيده اللي ممكن ما اكتبهاش واكتب البليد بتاعها ارجون اي ار كام يا شباب؟ 18. خد بالك المعلومه دي معلومه مهمه جدا. طب ما انا برضو ممكن ما اكتبش الارجون، امال ممكن اكتب ايه؟ ركز كده. بيقول لك هنا ان ايه؟ النيون 10 3 اس 2 ادي 12
12 3 ب 6 6 و2 8 و10 18. طب ما ده توزيع مين يا شباب؟ الارجو اللي هو بيعبر عن مين؟ عن التيتانيوم موجب 4 اللي بيخش معاه في زراعه مين؟ الاسنان. يبقى الاجابه على طول عندي رقم الف. يبقى لو رجعنا تاني للملحوظه انا ممكن اكتب التوزيع البديل للعناصر دي يا جماعه يا اما ارجون 18 او احط مكانها مين؟ النيو. ان اي كام؟ 10. مين اللي هيجي بعده؟ 3 اس و 3 بي. هنا 2 وهنا 6. يبقى التوزيع ده بديل للتوزيع ده. الحته دي يا جماعه مهمه جدا. ركز انت هتحل ازاي. ركز ايه التكات اللي معاك اللي جوه ده اللي هتوصلك ان شاء الله للدرجه النهائيه. نرجع بقى للسؤال بتاعنا. قلنا كده اجابته رقم الف. طب ليه ب وج ودال ما ينفعوش؟ احنا قلنا هنا تيتانيوم بموجب 4. طب هو ارجون 18 سي دي 2 ما ينفعش. ده لازم الاس تبقى بصفر والدي بصفر. ده اقصى حاله تاكسد. طب في الموجب 4 كي ار 36 لا ما ينفعش. طب في الموجب 4 الهيليوم ب 2 و2 4 و6 10 ده توزيع النيون حضرتك. لا برضه ما ينفعش. يبقى الاجابه عندي هنا يا شباب رقم الف. سؤال 69. عنصر انتقالي اكس من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى في حاله التاكسد موجب 3 يحتوي على الكترون مفرد. ده على طول يا جماعه عنصر مين؟ التيتانيوم. لان انا عندي التيتانيوم هيبقى 4 اس 2 3 دي 2. طب الحاله موجب 3 هتخلي ال 4 اس بصفر ودي فيها كام يا جماعه؟ 1 الكترون 1 مفرد. ايه العبارات التاليه صحيحه عن العنصر اكس اللي هو التيتانيوم؟ هو لين نسبيا؟ لا طبعا ده شديد الصلابه. على درجه عاليه من النشاط؟ لا طبعا. خفيف وتنخفض متانته مع ارتفاع الحراره؟ طبعا لا. ده بيحافظ على المتانه. يبقى بيحافظ على متانته في درجات الحراره العاليه. يبقى الاجابه الصح عندنا رقم ب. سؤال 70. ايه وب عنصران انتقاليان من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى يمكن استخدام اي منهما في طلاء المعادن. انا بس عايزك تركز كده في كلمه عنصران انتقاليان ونركز بقى يا جماعه مين العناصر اللي انا بستخدمها في طلاء المعادن. بعيده بقى عن كلمه انتقاليان دي. انا بستخدم الخرسين في طلاء المعادن. بستخدم النحاس في طلاء المعادن. بستخدم النيكل في طلاء المعادن. بستخدم الكروم في طلاء المعادن. واحد يقول لي يا عم ده مش موجود في طلاء المعادن. او لا موجود. انت سيادتك عندك سبيكه اسمها النحاس الاصفر بستخدمها في طلاء مين؟ المقابض الحديديه. فبيخش جوه سبيكه مش بمفرده. طيب مبدئيا انا هستبعد الخرسين من السؤال ده عشان ده مش انتقالي. بس انا اهم حاجه عايز اعرف مين العناصر اللي بتخش معايا في عمليات الطلاء. يبقى العنصرين دول يا جماعه من عناصر السلسله الاولى بستخدمهم في طلاء المعادن. فاذا كان عدد الالكترونات في المستوى الطاقه الرئيسي الخارجي للعنصر ايه؟ تمام؟ اكبر من عدد الالكترونات في المستوى الرئيسي الخارجي للعنصر بي. طب يا عم استنى، مين المستوى الخارجي؟ يا ترى هو ال 4 اس ولا ال 3 دي؟ لا طبعا هو ال 4 اس. هو المستوى الخارجي. ده المستوى الكام؟ ده المستوى الرابع. طب تعال نكمل بقى السؤال الحلو ده. طب انا دلوقتي حضرتك بتكلمنا عن 4 اس يعني بتتكلم عن المستوى الرابع. فانت اتكلمت عن الكروم واتكلمت عن النيكل واتكلمت عن النحاس. تمام. طب النحاس المستوى الرابع 4 اس فيها 1. تمام؟ الكروم ال 4 اس فيها 1. عندي النيكل ال 4 اس فيها كام يا جماعه؟ 2. يبقى انا عندي احتمالات دلوقتي. تمام؟ يبقى انا بتكلم عن النيكل او الكروم او النحاس. العنصرين اللي فيهم الاس 1 يا كروم يا ايه؟ يا نحاس. بيقول لي هنا فإن او اي مما يلي يعد يا شباب. يعد صحيح. يستخدم العنصر ايه؟ تمام؟ العنصر ايه ده يا جماعه؟ اللي هو النيكل هو العنصر ايه؟ العنصر بي عندي احتمالين، يا اما يكون نحاس يا اما يكون مين؟ كروم. يستخدم ايه؟ اللي هو عنصر النيكل مع عنصر من الثالثه ايه؟ في صناعه طيارات ومركبات فضائيه؟ طبعا لا. يستخدم ايه؟ اللي هو عنصر النيكل مع عنصر من ال2 بي في صناعه بطاريات قابله الشحن؟ طبعا صح يا جماعه. الاجابه رقم ب اللي بيتكلم عن عنصر مين؟ النيكل. يستخدم اكسيد البي الرباعي في صناعه مستحضرات الحمايه؟ الكروم ولا النحاس بيخش معايا في الحمايه. يستخدم اكسيد البي الخماسي في تحضير حمض الكبريتيك؟ ده بيتكلم عن عنصر الفالدا.
ولا كروم ولا نحاس. طبعا في طلبه كتير وهم بيحلوا يقول لي على فكره الحل كله كان قائم على ان العنصرين دول كروم وايه ونيكل. يا باشا انت ليه نسيت النحاس؟ تمام. وبعدين هو ما قاليش مين فيهم اكبر عدد ذري، هو قال لي بس ان مستوى الطاقه الرئيسي الخارجي لعنصر اكبر من مين؟ اكبر من عنصر. يبقى لازم ادخل معاه النحاس في الاحتمالات. ممكن النحاس كان يخش معايا في الاجابات. فانا يا جماعه بلاقي طلبه كتير جدا محتاجه حد يعلمها ازاي تحل. يقول لي يا عم الناس كلها بتحلها يا اما كروم يا اما نيكل. يا عم احنا معانا النحاس برضه والله في الطلاق وعنصر انتقالي. طب هو موجود فين في الطلاق؟ في سبيكه النحاس الاصفر، نحاس وخرسين. تلاقي المقابض مين؟ الحديديه. خلاص انا معاك ان انا بستبعد الخرسين بسبب ان هو قال هنا عنصران يا شباب انتقاليان. طب العنصر اللي المستوى الاس بتاعته فيها واحد، المستوى الرابع اتكلمت عن احتمالين، يا نحاس يا اما عنصر الكروم. بس طبعا السؤال ده خلى كل اجابته منصبه على عنصر مين؟ النيكل. سؤال يا جماعه محترم، دايما فكر بره الصندوق، ما تبقاش طالب معتاد اللي تحل السؤال او تشوف الاجابه وعايز تحل اللي بعده واللي بعده. لا، استفيد. السؤال ده هيوصلك اجابه شكلها عامله ازاي، فكره عامله ازاي، ايه التكه اللي جوه السؤال اللي هستفيد بيها في سؤال تاني. هروح بقى يا شباب لسؤال رقم 71. بيقول لنا في سؤال 71 عنصر انتقالي من عناصر الدوره الرابعه بيقوم مع عنصر الالومنيوم. يبقى تمام، يبقى انا هنا بتكلم عن الالومنيوم. بيكون مع الالومنيوم سبيكه. طب مين يا جماعه بيكون مع الالومنيوم سبيكه؟ طبعا عنده عنصر السكنديوم، عنده عنصر التيتانيوم، عنده عنصر المنجنيز، ابوات المشروبات الغازيه. في درس السبائك هتاخد ان انت عندك عنصر النيكل، تمام، او عنصر النحاس. انا عندي 1 2 3 4 5 عناصر. طيب الخمس عناصر دول بيقول لي انا بستخدم العنصر ده مع الالومنيوم في سبيكه تستخدم في المشروبات الغازيه. يبقى هو كده حدد لي ان انا عندي عنصر زي المنجنيز يكون التوزيع الالكتروني لايونه الثنائي. طبعا يا جماعه احنا خلاص اتعودنا على توزيع المنجنيز كذره وكايون ثنائي وثلاثي. المنجنيز نهايه التوزيع 4s2 3d5. الايون الثنائي يبقى 4s 0 وعندي هنا 5 الكترونات في المستوى الفرعي دي. تبقى الاجابه عندي هنا يا شباب رقم د. طبعا باقي الاجابات مش محتاجه اي تفسير، هي اجابات غلط. سؤال رقم 72. 3 عناصر انتقاليه A و B و C من السلسله الانتقاليه الاولى. العنصر A ايه هي مواصفاته او ايه هو المعطى عنه؟ يستخدم احد اكاسيده كعامل حفاز في صناعه المغناطيسيات فائقه التوصيل. يبقى ده يا جماعه الاكسيد V2O5. طب مين العنصر ايه بتاعنا كده؟ يبقى عنصر الفانديوم. العنصر B يستخدم في صناعه الادوات الجراحيه ومواسير البلدي والمدافع. يبقى ده على طول عنصر الحديد مباشر. يبقى العنصر B هو عنصر الحديد. العنصر C يستخدم في صناعه البطاريات الجافه في السيارات الحديثه. خلاص يا جماعه ده عنصر الكوبالت. بما ان هو اختار الحديد، لان خد بالك ان الحديد والكوبالت كلاهما يدخل في صناعه البطاريات في السيارات الجافه في السيارات الحديثه او البطاريات الجافه في السيارات الحديثه. يبقى انا عندي هنا يا جماعه العنصر C هو عنصر الكوبالت. تعال بقى نشوف عنصر الفانديوم في الايون الثنائي توزيعه AR18 3D3. طبعا صح، لان الفانديوم الاس ب2 والدي ب3. طب الايون الثنائي يبقى الاس ب0 والدي ب3. خلاص ده تمام. طب الحديد الثلاثي الدي ب5. طبعا قلنا يا جماعه ان الحديد الثلاثي هيفقد من الاس 2 يبقى 0، الدي ب6 يفقد منها 1 يبقى 5. يبقى دي اجابه مظبوطه. الكوبالت موجب 4 الدي ب6. طبعا لا. لو انت خدت بالك في الاسئله اللي فاتت انا قلت لك ان انت عندك المنجنيز موجب 2 وعندك الحديد موجب 3 وعندك الكوبالت موجب 4. دول 3 ايونات الدي بتاعتهم ب5 من غير ما تفكر. يبقى الاجابه الف دي يا جماعه مش مظبوطه. طب الاجابه ب هو هنا الفانديوم في الموجب 5 الدي بتاعته ب0. طبعا ما احنا قلنا اس ب2 ودي ب3. الموجب 5 يبقى ده 0 وده 0. يبقى ده فرض معانا، الفرض ده مظبوط تمام في رقم ب. طب هنا برضو الحديد الثلاثي الدي ب5 لسه قايلينه فوق. تمام. عندي الكوبالت موجب 4 الدي ب5. تمام. يبقى الاجابه الصح عندي يا شباب رقم ب في السؤال رقم 72. هنشوف انا عندي نكمل بقيه الاجابات. الفانديوم موجب 5 دي فيها 2. طبعا لا. هنا الفانديوم موجب 2 دي فيها 0. طبعا لا.
يبقى بقيه الاجابات عندي دي اجابات مش مظبوطه، يبقى واضح معايا ان الاجابه عندي رقم ده. سؤال رقم 73. الشكل المقابل يوضح عدد اوربيتالات المستوى الفرعي 3D الممتلئه بالالكترونات لايونات 4 عناصر انتقاليه متتاليه. كلمه متتاليه دي بتدل على ايه؟ لو انت قدرت تعرف عنصر هتعرف الباقي. طيب السؤال ده يا جماعه سؤال مهم جدا وسؤال ممتاز وفكره محترمه. ايه الفكره اللي جوه السؤال؟ بيقول لي عدد اوربيتالات ال3D الممتلئه بالالكترونات للايونات. طب يا عم ايه الفكره المحترمه اللي انت عايز تشرحها وعايز توصل لها بالظبط؟ لو انا جيت اتكلمت يا جماعه عن السكنديوم فانا عندي الاس فيها 2 ودي فيها 1. ده مش ممتلئ، ده نصف ممتلئ. التيتانيوم دي فيها 2، يعني دي فيها 2 عشان افكر الناس اللي كانت نايمه. انا عندي 5 اوربيتالات فيهم كام الكترون؟ 2. عدد 2 اوربيتالات نصف ممتلئه، ما فيهمش حد ممتلئ. بعد كده الفاندم يديك 3، يعني هزود 1. تمام؟ بعد كده الكروم يديك 5، يعني هخلي هنا عندي 5 الكترون برضه اوربيتالات نصف ممتلئه. المنجنيز نفس الكلام. الامتلاء عندك بيبدا من اول مين؟ الحديد اللي هو دي كام؟ 6. ان انت بدا يحصل عندك حدوث ازدواج في الدي، يعني عندي 1 2 3 4 5 ده الالكترون رقم 6. يبقى انا هنا ممكن اقول ان انا عندي اوربيتال حتى تم الايه؟ الامتلاء. يبقى السؤال بتاعنا ده مبدئيا وانا بفكر فيه انا هعمل عمليه استبعاد لمين؟ للعناصر بدايه من السكنديوم حتى المنجنيز. دول يا شباب مش في دماغي خالص. يبقى تفكيري رايح فين؟ من اول الحديد لحد عنصر النحاس او لحد الخرسين زي ما نشوف. هنا عندي الايون اي موجب 2 في اوربيتال تم الامتلاء. يبقى كده يا جماعه ده مين؟ الحديد. طب ليه يا عم؟ الحديد 4s2 3d6. الايون الثنائي يبقى ده 0. البي 6 يعني عنده 4 مفرد، يعني في هنا اوربيتال تم الامتلاء في حاله ازدواج. يبقى العنصر ايه يا جماعه؟ ده عنصر الحديد. الراجل في السؤال قال لي الاربع عناصر مالهم متتاليه، يبقى ده حديد، يبقى ده كوبالت، يبقى ده نيكل، يبقى ده عنصر النحاس. تعالى نشوف الاجابات. بيقول لي استخدام العنصر ايه؟ اللي هو الحديد. استخدام العنصر الذي يلي الدي. مين يا جماعه الذي يلي الدي في الدوره بتاعته؟ عنصر الخرسين زد ان. طيب هو العنصر ايه اللي هو الحديد؟ مواسير البنادق. تمام. طب عنصر اللي بيلي الدي اللي هو عنصر الخرسين في صناعه الكابلات؟ طبعا لا. يبقى الاجابه دي اساسا غلط. العنصر او الاجابه رقم ب. الحديد في الادوات الجراحيه. تمام. طب الخرسين في جلفانه الفلزات. تمام. يبقى الاجابه عندي هنا رقم ب. بسرعه كده نشوف باقي الاجابات. الحديد في زراعه الاسنان؟ طبعا لا. الحديد في طلاء المعادن؟ طبعا لا. الخرسين في دماغه الجلود؟ طبعا لا. في المفاصل الصناعيه؟ لا. يبقى الاجابه عندي رقم ب. سؤال جميل جدا. الفكره بتاعته ان لما يقول لك في اي يونات انت عندك اوربيتال او 2 او 3 ممتلئين، استبعد دايما التفكير بتاعك بدايه من السكنديوم حتى عنصر المنجنيز. نروح نشوف السؤال اللي بعد كده. عنصران انتقاليان اكس وواي يقعان في الدوره الرابعه من الجدول الدوري. تمام. يبقى انا عندي هنا شغال في السلسله 3D او سلسله انتقاليه اولى. الراجل قال لي في الدوره الكام؟ الرابعه. العنصر اكس عدد الكترونات المستوى الفرعي دي بي بيساوي عدد المستويات الفرعيه اللي بتتوزع فيه الالكترونات اللي عددها كام؟ 7 زائد كام يا جماعه؟ 1. يعني زائد 1 يبقى المجموع بتاعي 8. يبقى انا عندي ال 3 دي فيها 8 الكترون، يبقى انا بتكلم هنا عن النيكل. طب العنصر واي؟ يبقى الاكس خلاص يا جماعه عرفنا ان هو نيكل. العنصر واي عدد الالكترونات المستوى الفرعي دي بيساوي عدد المستويات الرئيسيه اللي هم 4 مستويات رئيسيه. عشان كده دايما باكد عليك احفظ عدد المستويات الرئيسيه واحفظ عدد المستويات الفرعيه على الاقل في السلسله الاولى وفي السلسله الانتقاليه الثانيه. دايما في الاسئله بركز على الاثنين دول. طب العنصر واي خلاص انا عرفت ان فيها 4 رئيسي زائد 1 يبقى الدي بتاعته فيها كام يا جماعه؟ 5. بيقول لي العنصرين دول في السلسله الاولى ما قاليش متتاليين. تمام. طب الدي ب5 في مين؟ يا اما في عنصر الكروم او في عنصر المنجنيز. يبقى انا عرفت ان انا بتعامل مع نيكل وكروم او منجنيز. فان جميع العبارات التاليه صحيحه ما عدا
يدخل اكس وواي، الاكس والواي في تكوين سبيكه تقاوم التاكل، تمام، اللي هي سبيكه النيكل مع الكروم. هو عايز الاجابه الغلط دي تمشي. يتساوى اكس موجب 3 وواي موجب 3 في عدد اليونت المفرده. شرحنا في سؤال قبل كده لو العنصر بتاع النيكل موجب 3 فالاس عندي بصفر والدي عندي ب7، يبقى انا بتكلم عن 3 مفرد. لو انا بتكلم عن الكروم موجب 3 يبقى انا عندي هنا الاس بصفر والدي ب3، يبقى كلاهما فيه 3 مفرد. يبقى الاجابه دي برضو صح يا شباب. الاجابه ج. العنصر اكس اللي هو النيكل لا يستخدم في حالاته النقيه، والعنصر واي يستخدم في الخرسانات المسلحه. طبعا لا، دي اجابه غلط. العنصر اكس اللي هو النيكل في هدرجه الزيوت بستخدمه كعامل حفاز. العنصر واي في طلاء المعادن اللي هو الكروم، تمام. يبقى انا عندي الاجابه الف والاجابه ب والاجابه د دي صح. الاجابه الوحيده الغلط عندي اللي هو عايزها رقم ج. طيب السؤال اللي بعد كده 75. 3 عناصر انتقاليه تقع في السلسله الانتقاليه الاولى A و B و C. العنصر A يبدا من عنده حدوث الازدواج للالكترونات. شفت انت لما قعدت تذاكر مين اللي بيحصل عنده ازدواج المفرد لحد فين، بدات بعد كده كل مره هتحل السؤال بشكل اسرع. العنصر اللي بدا عنده حدوث الازدواج في المستوى الفرعي 3B هو الحديد. طب العنصر B لا يحتوي على اي اوربيتالات تمت الامتلاء في اخر مستويين فرعيين. تم الامتلاء يا جماعه يبقى انا بتكلم عن 4s1 و3d5. بيكلمنا عن اخر مستويين ايه؟ فرعيين. ما فيهوش ولا اوربيتال تم الامتلاء. طالب بيقول لي طب ما تيجي نفكر كده، طب ما النحاس 4s1 3d كام 10، يا عم ده انت عندك هنا 5 تم الامتلاء. يبقى انا بتكلم عن الحديد وبتكلم عن عنصر الكروم. العنصر C مستواه الرئيسي الثالث تم يا جماعه الامتلاء. المستوى الرئيسي الثالث اللي هو L. طب تم الامتلاء في مين؟ يعني واخد 18 الكترون في مين؟ واخد في عنصر الخرسين وفي عنصر النحاس. بس انا هستبعد الخرسين ليه؟ قال لك 3 عناصر انتقاليه، فالخرسين بالنسبه لي مش انتقالي. عايز الاجابه الصح، يبقى هنا بتكلم عن العناصر حديد وعندي كروم وعندي هنا عنصر مين؟ النحاس. يمكن استخدام العنصر ايه اللي هو الحديد في طلاء المعادن الاخرى؟ طبعا دي غلط. تقع العناصر الثلاثه في مجموعه واحده؟ طبعا لا. الحديد مش في مجموعه الكروم، ده المجموعه الثانيه، ده المجموعه السادسه بي. النحاس في المجموعه ال1 بي في الذات العمله. العنصر سي اللي هو عنصر النحاس يعطي اقل حاله تاكسد لمركباته في السلسله؟ طبعا اللي هي كام اقل حاله؟ النحاس يا شباب بياخد اقل حاله تاكسد في السلسله بكام؟ بموجب 1. نشوف برضه الاجابه ده. العنصر بي اللي هو عنصر الكروم يعطي اعلى حاله تاكسد لمركباته؟ طبعا لا. الجمله دي تخص عنصر مين؟ المنجنيز. ده يا جماعه السؤال رقم 75. سؤال رقم 76. التفاعلين التاليان من تفاعلات الاكسده والاختزال يقوم فيهما غاز الكلور بدور العامل المؤكسد. العامل المؤكسد يا جماعه يعني حصل لغاز الكلور عمليه اختزال، طبعا العامل عكس العمليه. تعالى كده نشوف بقى التفاعلين دول ايه اللي حصل فيهم. مبدئيا انت عندك العنصر اكس شحنته 0 اتحول لاكس سي ال 4، يعني الشحنه بتاعته موجب 4. يعني العنصر اكس ده كان بصفر في الحاله الذريه، انا حولته لموجب 4. طب العنصر واي سي ال 2، يعني الواي هنا موجب 2. عرفت منين؟ سالب 1 في 2 بسالب 2، يبقى اللي قصادهم هنا موجب 2. عشان افكرك تاني وتالت ورابع، الشحنه الكليه لازم تديني صفر. اتحول لواي بموجب 4، يبقى انت هنا حولت الواي موجب 2 الى واي موجب 4. في كلا الحالتين انت زودت الشحنه الموجبه، عملت عمليه اكسده. بيقول لي هنا العنصرين اكس وواي هما عنصران انتقاليات من عناصر السلسله الاولى، تمام. ركز بقى في الحته اللي جايه دي، وده كان ملحوظه قلناها من شويه. يقل عدد الالكترونات الايه بقى؟ المفرده في التفاعل الاول. نقف. مين العناصر اللي كل ما تزيد حاله التاكسد بتاعتها المفرد بيقل؟ يبقى انا تفكيري محصور بين شويه عناصر اللي هم مين؟ تيتانيوم، فانديوم، كروم، منجنيز. يبقى العنصر بتاع اكس ده يا جماعه يا اما يكون تيتانيوم، يا اما يكون فانديوم، يا اما كروم، يا اما منجنيز. العناصر دي خلاص حفظناها. كل ما تزيد حاله التاكسد بتاعتهم كل ما عدد الالكترونات المفرده بيقعد يقل.
ده اللي انا اتسالت فيه في السؤال. طب نكمل باقي السؤال. العنصر اللي بعد كده اللي هو العنصر واي، بينما يزداد عدد الالكترونات المفرده في التفاعل رقم 2. طب مين العناصر بقى اللي بيزداد فيها عدد المفرد تمام بزياده عدد التاكسد؟ هم عنصر الحديد. طب هم عنصر الكوبالت، هم عنصر النيكل. يبقى انا برضو دماغي محصوره في الثلاث عناصر دول. تعال نشوف العنصر اكس اللي هو السكنديوم، عدد المفرد بتاعه هيقل. هو السكنديوم اساسا مش هيوصل لموجب 4، فانا هستبعد اساسا ده. طب العنصر اكس ينفع يبقى نيكل؟ لا، احنا قلنا العنصر اكس بيقل فيه المفرد. النيكل من العناصر اللي بيزداد فيها المفرد، يبقى انا هستبعد الاجابه ج. تمام؟ الاجابه ب، يا ترى الاكس برضه ينفع يبقى نيكل؟ لا طبعا ما ينفعش. احنا قلنا يا جماعه العنصر اكس بيقل فيه المفرد. بقول تاني انا دماغي محصور او تفكيري بين التيتانيوم والفانديوم والكروم والمنجنيز. طب ينفع العنصر اكس يبقى تيتانيوم؟ ينفع. ينفع العنصر واي اللي المفرد فيه زاد بزياده عدد التاكسد يبقى نيكل؟ ينفع. يبقى الاجابه عندي يا جماعه رقم د. انا ما وزعتش اي توزيع الكتروني، ما مسكتش القلم وقعدت اقول 4 اس و3 دي ده هيبقى كام وده هيبقى كام. جالك سؤال زي ده في طالب يقول لي انا تايه مش عارف احله ازاي. لا، السؤال ده يا جماعه سؤال ممتاز جدا. معتمد على ايه بقى؟ معتمد على التكات اللي انت بتاخدها او مهارات الحل اللي انت بتحلها في جميع الملخصات طول السنه. يبقى دلوقتي طلعت النهايه او نتيجه من السؤال ده ان انا عندي عناصر بتقل فيها عدد الالكترونات المفرده بزياده عدد التاكسد اللي هم مين بقى؟ تيتانيوم، فانديوم، كروم، منجنيز. في عناصر ثانيه بيزيد فيها المفرد بزياده عدد التاكسد اللي هم مين؟ حديد، كوبالت، نيكل. السؤال اجابته واضحه، لو انت مركز في الملحوظتين دول هتشوف الاجابات وتحلها بسرعه. ده يا شباب سؤال رقم 76. سؤال رقم 78 بيقول لي هنا المعادله التاليه تعبر عن تفاعل اكسده واختزال. طيب تمام، لو انا بصيت على العنصر اكس وطلع تاني مع الاكسجين، طب الاكسجين ده عدد تاكسده سالب 2، يبقى الاكس 2 على بعضها بموجب 2، يبقى كل اكس بموجب 1. طيب هو العنصر ده موجود في السلسله الانتقاليه الكام؟ الاولى. طب مين الوحيد اللي بياخد موجب 1 يا باشا؟ ده عنصر النحاس. طب عنصر النحاس ده يا ترى، طبعا بيقول لي ايه مالي ايه؟ صحيح، اخد بالي عشان ساعات بيقول لي ما عدا. هو عايز الاجابه الصح. بيكون مع القصدير اللي هو الاس ان اللي هو عنصر ممثل سبيكه تسمى البرونز. طبعا بيكون مع الالومنيوم سبيكه تستخدم في صناعه مركبات الفضاء. استحاله، النحاس ملوش علاقه. في طلاء المعادن، هو في طلاء المعادن ماشي، او خاصه المقابض الحديديه، لكن ملوش علاقه بدراسه الجلود. بستخدمه في الجلفنه؟ طبعا لا. يبقى الاجابه الصح عندي يا شباب هتكون ان شاء الله رقم الف. سؤال 78 المعادله التاليه تعبر عن ذوبان احد اكاسيد فلز انتقالي من ال3 دي، رمزه الافراد اكس في الماء، هيدوب في الميه، هيطلع لي محلول. طب نشوف الاول كده، الاو بسالب 2 في 7، يبقى او 7 دي كلها بسالب 14، يبقى قصادها الاكس 2 على بعضه بكام؟ بموجب 14. لازم الموجب يكون قد السالب، يبقى كل اكس عندي بكام؟ موجب 7. مين غير ما ابص للمعادله؟ ما حدش بياخد الموجب 7 غير عنصر مين؟ المنجنيز. عايز برضه هنا الاجابه الصح. سبكته مع الالومنيوم اللي هو المنجنيز في صناعه خطوط السلك الحراريه؟ لا طبعا. سبكته مع الحديد يستخدم في صناعه ادوات المشروبات الغازيه؟ لا. يعطي حاله تاكسد يدل على خروج جميع الالكترونات؟ صح. قلنا يا شباب ان العناصر من السكنديوم حتى المنجنيز دايما بتدي لك حالات تاكسد تدل على خروج جميع الالكترونات الاس والدي، اللي هي اقصى حاله تاكسد بس ما بيعديش رقم المجموعه. بيعطي حاله تاكسد تتعدى رقم مجموعته؟ لا، الكلام ده يخص عنصر النحاس. يبقى الاجابه عندي هنا يا شباب رقم ج. سؤال 79 المعادله التاليه تعبر عن تفاعل اكسده واختزال. ماشي، نشوف كده المعادله. K2X2O7 زائد 14Cl طلع لي 2KCl3. نقف ثانيه واحده. انا دلوقتي عندي الاكس اللي طلع عندي ده كان هنا موجود بكام؟ سالب 2 في 7 سالب 14، والكي ده بموجب 2، يبقى الاكس ده بموجب 12 عشان يبقى موجب 14 قصاد سالب 14، يبقى كل اكس بكام يا جماعه؟ بموجب 6. هو ممكن يبقى الكروم، طب ما ممكن يبقى منجنيز،
طب ممكن يبقى حديد. انت اللي فكرت الثلاث تفكيرات دول، عشان لو انا مذاكر عادات تاكسد صح هلاقي ان انا عندي الكروم وعندي المنجنيز وعندي الحديد، دول الثلاث عناصر الوحيد اللي بياخد كل واحد فيهم كام؟ اللي بيوصل فيهم لموجب 6. يبقى انا دماغي محصوره دلوقتي في الثلاث عناصر دول. نكمل. انا حولته الى اكس موجب كام يا شباب؟ 3. ايه اللي عرفك؟ سالب 1 في 3 بسالب 3 يبقى ده قصادك بموجب 3. خد بالك ان انت كنت جايبه هنا بموجب 6 بموجب 3، فانت عملت له تفاعل اختزال. تعالى بقى. المعلومات دي اللي هتحدد لك انت بتتكلم عن حديد ولا بتتكلم عن منجنيز ولا بتتكلم عن كروم. سيبك بقى من كل حاجه وراح افتح ورقه المفاهيم، لا، لو انا فاهم الباب مش هفتح حاجه خالص، هشتغل وهحل بناء عن فهمي مش حفظي. طبعا الحفظ مهم، بس الحفظ اللي مبني على الفهم هو اكثر ثباتا. عندي هنا بيقول لي اذا علمت ان اكس احد عناصر السلسله الانتقاليه الاولى. طيب تمام، انا بتكلم في ال3 دي، خلاص كده انا دماغي محصوره في الثلاث عناصر دول. يحتوي الكاتيون اللي هو الايون الموجب للمركب اكس سي ال 3 يعني الموجب 3 على 3 الكترونات مفرده. طب ده الاكس موجب 3 بتاع الحديد، يعني الحديد موجب 3، ما انت حفظته لنا خلاص، الدي بتاعته ب5 يعني في 5 مفرد، يبقى ده مش حديد. المنجنيز برضه المنجنيز موجب 3 الدي ب5، يبقى ما ينفعش يكون منجنيز، يبقى ده عنصر مين؟ الكروم. يبقى الكلام ده كله، الموضوع ده كله مبني على عنصر الكروم. تمام؟ طيب لو انا بقى مركز ان انا عندي الحديد الثلاثي والمنجنيز الثلاثي، الدي بتاعته ب5 والدي ب5 ومعاهم الكوبالت موجب 4، يبقى انا مش هقعد ادعب في التوزيعات. طيب تمام، يبقى انا كده كلام على عنصر الكروم. بيقول لي اي من المالي يعد صحيح. احد اكاسيد اكس اللي هو عنصر الكروم بستخدمه كعامل حفاز في انحلال H2O2. لا طبعا، ده طبعا عنصر المنجنيز او الاكسيد بتاعه MnO2. احد اكاسيد اكس برضه بفكرك اللي هو الكروم بستخدمه كعامل حفاز في تحضير حمض الكبريتيك. طبعا لا، ده اللي هو V2O5. يستخدم اكس في طراء المعادن ودباغه الجلود، يبقى الاجابه بتاعت رقم ج. خد بالك انا مش محتاج اعرف ايه الموال ده كله، لو انا عرفت العنصر ده ايه هوصل للاجابه بشكل مباشر. نروح يا جماعه للسؤال اللي بعده رقم 80. طبعا هنا الاسئله اللي جايه مبنيه على دراسه حالات الاستقرار. اي من الازواج المركبات التاليه تكون فيها ايونات العناصر الانتقاليه اكثر استقرارا؟ طبعا هدور بقى على الدي بتاعته ب0 او ان الدي بتاعته ب5 او ان الدي بتاعته ب10. تعال نشوف الاجابات. انا عندي هنا النحاس بموجب 2. خد بالك النحاس ده حاله شاذه. هتقولي طب ما النحاس ليه موجب 1 وليه موجب 2، بس الموجب 2 اكثر استقرارا. تقول لي ازاي؟ ده الموجب 1 الدي ب10، الموجب 2 الدي ب9. لا، واحنا بنشرح في المحاضرات بتاعه الباب كنا بنقول ان طاقه الاماهه لايون النحاس الثنائي اكبر من طاقه الاماهه لايون النحاس الاحادي، وكل ما طاقه الاماهه بتزيد كل ما استقرار الايون بيزيد. يبقى هنا عندي النحاس هو مستقر. المنجنيز هنا الكبريتات بسالب 2 في 3 يبقى سالب 6. طيب يبقى هنا قصادها بموجب 6، يبقى كل Mn بموجب 3. لا، ده المنجنيز بيكون مستقر عند الموجب 2 عشان اخلي الاس ب0 والدي ب5، يبقى طلع دي بره الدماغ، دي بره الاجابات خالص. طب الحديد موجب 3، طبعا ده ممتاز قوي، لسه قايلين في السؤال اللي قبله الدي ب5، الموضوع بقى محفوظ. المنجنيز موجب 2 برضه الدي ب5 وانا مغمض، هي الاجابه هتبقى ج. تعال برضه نكمل باقي الاجابات. في IO2 التي اي هنا موجب 4 يعني الاس ب0 والدي ب0، طب ما ده مستقر. بس هنا الحديد موجب 2 الدي بتاعته ب6، لا ما ينفعش. السكن ده موجب 3 الدي ب0، طب ما هو ينفع. بس الكروم هنا بكام؟ بموجب 2، لا ما ينفعش، لان الكروم عندي في الموجب 2 الدي ب4، دي حاله غير مستقره. يبقى الاجابه عندي هنا يا شباب رقم ج. سؤال 81. عنصر اكس في المجموعه الرابعه اللي هو في وقبلها 1 من الجدول الدوري، وعند اتحاده مع الاكسجين يكون اكسيد او يكون اكسيده الاكثر استقرارا ايه؟ طب عنصر يا جماعه في المجموعه الرابعه دي يبقى اكيد هيوصل لموجب 4 عشان تكون الاس ب0 والدي ب0. ايه اللي عرفك؟ ما هو موجب 4 او المجموعه الرابعه دي يعني الاس فيها 2 والدي فيها 2، هفقدهم واريح دماغي عشان اوصل لحاله استقرار. الاكثر استقرارا هو الاكسيد الثنائي. اللي عرفك؟ ما هي الاو دي بسالب 2.
او الاكسيد موجب 4. طيب تمام. او الاكسيد موجب 3 برضه اللي عرفك سالب 2 في 3 سالب 6، يبقى الاكس 2 موجب 6، يبقى كل اكس موجب 3. خد بالك ممكن اقول لك بدل تكافؤات، ده 3 وده 2، ده ثنائي وده ثلاثي. القصه دي في مركبات هنا بتعمل مشكله في الحسابات. هنا سالب 2 في 5 بسالب 10، يبقى الاكس 2 بموجب 10، كل اكس بموجب 5، دي المجموعه الرابعه دي مش هيوصل اساسا لده، اكثر مستوى مستقر. يبقى الاجابه عندي يا شباب ان شاء الله السؤال رقم او الاجابه رقم دي.